السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تبقوا بخير. هستنى بس لما نشوف في أي إشارة إن حد دخل. بسم الله. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تبقوا بخير. النهاردة في لايف يوم الأحد الساعة 8. معلش تأخرت عليكم كام دقيقة. شغلني موضوع وكنت بتكلم فيه في محاضرة من قريب، وقررت ان انا اطلع بيه لايف واتكلم فيه، لان بحس انه احيانا كده بيبقى فيه مواضيع مهمة قوي الواحد ساعات بيحتاج يتناقش فيها مع نفسه كده ويفوق نفسه اولا. يعني الموضوع هو النهاردة السؤال هو الواحد بيقيم حياته ازاي، بيقيم تصرفاته بناء على ايه، وايه اللي مطلوب منه في الدنيا اصلا. فهو ده من ضمن الاسئلة. ولما الواحد قاعد يبحث لقى ان هو الاسئله دي ما ينفعش الواحد هو من نفسه يجاوب عليها، وما ينفعش المجتمع هو اللي يجاوب عليها. هو لازم اللي خلقه يقول له ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا نتصرف ازاي في حياتنا وفي وقتنا. فلو جيت حضرت احسن كورس في الدنيا بيتكلم عن تنظيم الوقت وترتيب الاولويات، برضه هتبقى من منظور المتحدث. ولكن لما المتحدث ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى، اعتقد وقتها الواحد بيسلم وبيعرف يدير وقته ازاي. طب وايه اللي دخل ده في علم النفس والكلام اللي احنا بنقوله؟ لانه اداره الوقت بتدي الانسان احساس من اولا بتدي له احساس بالكنترول، لان هو قادر ان هو يسيطر على جزء من حياته، فبالتالي بتقلل عنده التوتر، بتقلل عنده الخوف، وبيبقى عارف متجه لفين ورايح فين في حياته. فلما واحد يجي يقول طيب انا انظم حياتي ازاي، ايه اللي مطلوب مني؟ الحقيقه انا كنت بتدبر تفسير سوره العصر. تعالوا كده نتبحر مع سورة العصر ونشوف سورة العصر هتودينا فين، وتجاوب ازاي على الأسئلة دي. هو يا رب انت هتقيم عمرنا ازاي، بناء على ايه، وايه تأثير ده على نفسيتنا كمان. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، قال لك والعصر هي معناها ايه؟ هو الوقت المتفلت من حياة البني آدم. زي جاي من كلمة عصير، عصير اللي هو القطرات المتفلتة من الفاكهة، او حد بيعصر لبس، جايه من الماء المتفلت او الخارج من عصرة. فكأن حياتك بتتعصر، بيخرج منها شويه وقت، ما تبقى من الوقت اللي هو ما تبقى من حياتك. وكأن ربنا بيقسم انه اللي جاي خلي بالك من وقتك وخلي بالك من عمرك، ما يتقضاش في حاجه ما تبقاش هي الهدف الاساسي من وجودك. يبقى والعصر ان الانسان لفي خسر. دكتور فاضل السمرائي كان بيقول ان الانسان اللي في خسر معناها ان هو غرقان، يعني غرقان في الخسارة. يعني الانسان ده كل اللي بيعمله في حياته هيعتبر خسارة، الا استثناء 4 مهام في حياة البني ادم. الا الذين امنوا، درجة الايمان، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى اول حاجة مهمة في حياتي هو الحفاظ على الايمان والبحث على الايمان، واعمل كل حاجة محتاج اعملها في حياتي يحثني على الايمان، يقوي من ايماني. هو ده العمل الاساسي. يعني ده الجوب ديسكريبشن بتاعي رقم 1، اني ادور عن حاجة تقوي من ايماني، اكون حوالين بيئة تقوي من ايماني مش العكس. يبقى الا الذين امنوا، امنوا ان الوقت قليل، امنوا ان احنا موجودين هنا عشان هدف محدد، امنوا انه في حساب، والا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يجي بقى عند كلمة وعملوا الصالحات، ربنا سابها مطلقة، بس انا كده قعدت افكر انه في حياة البني ادم او في الحياة عامة في 3 انواع من الصالحات، وربنا بيخلق كل واحد فينا والصفات اللي موجودة في شخصيته بتهيأ له طريق ان هو يحقق نوع من انواع الاعمال الصالحة دي. طب ايه هم ال3 انواع من الصالحات؟ رقم 1 صلاح الفكر والعقل والشعور. يعني ايه؟ ان في ناس دورها في الحياة من كتر ما هي بتحب تقرأ عن النفس وعن ايه اللي بيحصل جوه البني ادم، وازاي الانسان يعيش براحة بال وازاي يعيش بسكينة، قرروا ان هم يوظفوا حياتهم او ان هم حياتهم كلها تبقى لوظيفة، او ان هي تبقى تحقيق العمل الصالح ده. ان انا عايزة الناس تعيش مبسوطة، انا عايزة اعيش مبسوط، انا عايزة اعلم الناس اللي حواليا ازاي يعيش براحة بال وسكينة. فده نوع من انواع العمل الصالح. انا اسفه، ده نوع من انواع العمل الصالح.
النوع التاني من انواع العمل الصالح انا بسميه صلاح المعيشة. يعني ايه؟ في ناس دورها في الحياة بتحب كده تشمر وتنزل وتساعد. دول الناس اللي يروح يقولك ايه، الناس دول محتاجين مية، الناس دول محتاجين سقف فوق بيتهم، الناس دول محتاجين اني ادخل ولادهم المدرسة، ايا كان صلاح المعيشة. لان من غير وجود الناس دي المعيشة هتبقى مش صالحة، وهتبقى صعب قوي ان الانسان يقدر يعيش بشكل سوي فيها. يبقى احنا قلنا صلاح المعيشة، قلنا ايه تاني؟ فعملوا الصالحات صلاح الايه؟ الفكر والعقل والشعور. النوع الثالث من الصلاح الانسان ممكن يلاقي ان هو عنده الشطارة او عنده المهارة انه يقدر يحققه، هو صلاح العلاقات. دول بتوع الناس اللي بتحب تبقى حوالين الناس، اللي يقدروا يفهموا ويتفهموا الناس، اللي عندهم درجة احتواء عالية. خلاص، يبقى احنا قلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني فكرت نفسي دايما بالحق. خلي بالك كلمة تواصي ليها 3 معاني. التواصي مش معنى بس ان انا بأمر بالمعروف، لا، التواصي درجة اعلى. يعني ايه التواصي؟ يعني حث الانسان دائما على الخير، اللي هي التكرار التكرار التكرار، رقم 1. رقم 2 هي النصيحة بحب، هي النصيحة بحب. والحاجة الثالثة تجهيز البيئة لأداء الحاجة المطلوبة. هم دول ال3 حاجات. يعني ما ينفعش إن إنسان يقدر يوصي إنسان بالحق وهو العلاقة بتاعته ما بينه وما بينه مش مظبوطة. فعشان نقدر نتواصى بالحق لازم نعمل أو نخلق علاقات إيجابية نقدر أو يسمح فيها المساحة إني أتواصى أو نتواصى مع بعض بالحق. يعني فين بيئتك؟ فين أصحابك؟ بتتواصى بالحق أصلا مع أهل بيتك ولا لأ؟ لو علاقتك مش حلوة مع أهل بيتك مش هتقدر تحقق الدور اللي ربنا طالبه منك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طبعا الحق هيبقى صعب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ودايما هنبقى مستنيين ان حد هو يساعدنا عشان نتواصى بالحق او عشان نتغير في اي مجال من المجالات بتاعت حياتنا. لكن ربنا بيقولك ايه؟ وتواصوا بالصبر. يعني وكأن الركن الأساسي عشان تأدي المهمات ال4 اللي ربنا طالبهم منك، الركن الأخير هو الصبر. يعني هيجيلك منغصات في الحياة، يعني هتبقى دايما قاعد كده مستني التغيير يجي من بره، لكن محتاج انت اللي تاخد أول خطوة في التغيير. يبقى احنا نيجي نقول انه لما جيت أسأل نفسي كده، يا رب هو ربنا طالب ايه من ياسمين؟ او يا ترى ايه هي الكبسولة بتاعت أدير وقتي ازاي، وانا أدير حياتي ازاي، وايه الشغل اللي اختاره؟ طب انا دلوقتي لو واحدة بشتغل وعندي وقت، الوقت الفاضي ده اعمل فيه ايه؟ يمكن محدش عنده وقت فاضي اصلا. طب ازاي افرغ لحياتي جزئية اعمل فيها العمل الصالح؟ طب ممكن في شغلي اقدر اعمل عمل صالح ولا لا؟ لو انا بشتغل في شركة، لو انا بشتغل مدرسة، طب ما انا اهو بعمل نوع من انواع الصالحات اللي هو إصلاح العقل والفكر. ما هو ده كده من أنواع العمل الصالح. لو أنا بشتغل في منشأة، لو أنا مهندس، لو أنا دكتور، طب أنا كده بصلح المعيشة. يبقى أنا محتاجة بدء أرجع أرتب حياتي. أنا بقضي كام ساعة في اليوم وبعمل إيه، وبقضي كام ساعة من حياتي أو أيامي بعمل فيها إيه، عشان ما بقاش من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إن الإنسان لفي خسر. هتلاقي كده رايح يوم القيامة وقتك اللي أنت حاولت تقضيه في حاجات في حياتك رفاهية ايا كانت هي ايه، كانت عبارة عن خسارة. لا، محتاج تركز وتخلي وقتك كله بيتمركز حوالين على الاقل ال4 حاجات دول. طيب، مشكلة عندنا ان احنا دايما في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقينا نعلق شماعات ان انا مش هقدر ابقى انسان سوي او انسان ناجح غير لما استنى البيئة اللي حواليا تساعدني، او المدير اللي عندي في الشغل هو يديني المكافأة اللي انا عايزها، او لما يجي لي الرزق اللي يقدر يوفر لي الوقت ان انا اقدر اشتغل فيه او اعمل اي عمل صالح عشان ربنا لما يبص على حياتي يلاقيها ليها معنى. فانا حبيت اتناقش النهارده مع زوجي عمرو رجائي. اياك يا عمرو. اهلا وسهلا، السلام عليكم. طيب، فكنا بتكلم على فكرة ان احنا دايما بنستنى ان انا اقول حياتي دي مش هيبقى ليها معنى غير لو ده حصل، او ان انا اقول انا عمري ما هستشعر السعادة او ان انا مبسوطة كده في حياتي او اقيمها بطريقة كويسة الا لو حصل حاجة. دايما بعلق انا مستنية يحصل الحاجة دي عشان انا اتحرك، يعني مستنية مثلا لما اخرج من العلاقة دي، او مستنية لما الاقي ابن الحلال، او مستنية لما مديري يغير لي القواعد اللي في الشركة. الظروف مش مساعدة يعني. الظروف مش مساعدة دايما دي الحاجة الشماعة اللي انا بعلق عليها. الشماعة. طيب، من وجهة نظرك انت كمان في العلاقات او في تخصصك، يعني ايه اللي انت شايفه
في الجزئيه دي، وهل انت بنفسك حسيتها في حياتك وبتنصح بيها اي انسان ازاي؟ يعني بتنصح اي انسان بيمر بنفس الفكره دي بتبقى مسيطره على دماغه يعني. والله هو يعني قبل ما تخشي في حته العلاقات، وهي طبعا العلاقات دي يعني مش علاقات زوجيه بس، يعني علاقات بالناس المحيطه بيا المهمه بالنسبه لي، اللي ربنا خلقني عشان اخدمهم او اكون مسؤول عنهم. فمسؤولياتي بتبتدي بنفسي، علاقتي بنفسي انا الاول. انا عامل ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى لما خلقني ابتلاني. انت بتتكلمي عن العصر، بتتكلمي عن الزمن اللي انا عايش فيه والوقت اللي انا هتسأل عليه، عملت فيه ايه؟ بعمل فيه الحاجات اللي انت قلتي عليها دي، الاربع حاجات. فربنا سبحانه وتعالى امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فربنا سبحانه وتعالى لما ابتلاك قال لك ايه؟ قال لك في سوره تبارك ايه؟ في الايه رقم 2: ليبلوكم ايكم احسن حالا. لا، احسن عملا. مش احسن حالا. وفي سوره الانبياء ربنا سبحانه وتعالى قال ايه كمان؟ قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه. طب ايه نوع الابتلاء؟ ربنا ممكن يبتليك بالمرض، بالفقر، يبتليك بمعصيه، يبتليك برخاء او بغنى، بفلوس كتير، ببيت احسن، كل الكلام ده. هل الهدف ان ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليني بالشقاء او بالفقر، هل عايز يزعلني؟ هل الهدف ان انا ابقى شقي، ابقى تعبان؟ طب هل لما يبتليني بالغنى، هل عشان يبسطني؟ لا، عشان الهدف من الموضوع ده كله ان انا يشوف انا هعمل ايه في الاحوال دي. هل انا هفضل مرتبط باللي لا يتغير، ولا ارتبط بمتغيرات زي الاحوال الاقتصاديه اللي بتحصل في الدنيا دلوقتي، من اسعار العملات ومش عارف وقيمه الاشياء والدول وتغيير المناخ ومش عارف ايه؟ هل كل ده هيأثر عليا انا ووجودي انا وهدفي في الحياه؟ لا، هدفي في الحياه هو مش ان انا استنى لما الابتلاء يحصل فاقول انا غصب عني مضطر ان انا اتعامل مع الابتلاء ده. ولا، انا الابتلاء ده هو شيء هيحصل. يعني الاحوال اللي في الدنيا دي بتحصل، لكن الفكره كلها انا ازاي بتعامل مع ده. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق حال الغنى قلنا او حال الفقر، مش عشان انت تبقى افضل او اوحش، عشان انت دايما في كل صلاه انت بتقول ايه؟ لما في الفاتحه 17 مره بنقول الفاتحه، بنقول اشفنا، اغننا، اهدنا الصراط. ففي كل الاحوال اللي انا عايش فيها دي، من صيغ الحمد هو ان انا اقول ان يا رب في كل الظروف دي، في ظل الاحوال دي كلها، اهديني، مشيني في الطريق، نور لي الطريق اللي انا اصلا اتخلقت عشان امشي فيه. ده المطلب الاساسي. ده المطلب الاساسي. طيب هل انا ممكن اغير الاحوال؟ لا. قاعده مهمه جدا بتقول لك تغيير الاحوال من المحال، صح؟ لان الاحوال بيد ايه؟ خالق الاحوال. والاشياء دي كلها والاشخاص تغييرهم ومقلب القلوب، يغير الناس من حال الى حال، صح؟ والاشياء تتغير من حال لحال. ان امبارح كنت معيش فلوس، النهارده معايا فلوس. امبارح كنت عيان، النهارده بقيت صحيح او كويس. فمش فلازم اعرف كويس قوي ان انا ما ارتبطش بحال معين او بشيء معين او باشخاص معين عشان احقق ذاتي او احسب السعاده، لان الحاجات دي كلها بتتغير وسنن نكون كده. وجهاد، اكبر جهاد انا اعتقده هو ان انا ازاي ما بقاش دايما مستني نقطه البدايه. بالظبط. يعني انا دايما مستني، طب انا مش هاخد بالي من صحتي غير لما يحصل كذا، لما افضل. هي دايما انا بقول لك ايه، يوم الاحد لما يجي هبدا كل حاجه. الحد ده ما بيجيش. او مثلا انا مش هتحسن او مش هادي المهاره دي او مش هتعلم في الجزئيه دي غير لما يبقى معايا المبلغ او يعني الرزق بتاعي يتحسن شويه. طب ما انا ممكن ابدا بحاجات فري اتعلمها او اسمعها في اي حته ايا كان. طب انا مش هحسن علاقتي بفلانه غير لما هي تيجي وتستسمحني الاول. لا، وكمان انا لسه كنت بقرا من كام يوم ان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بمن تعول. ان انت دايما مسؤولياتك بتبتدي من الناس اللي هم حواليك، مسؤولين منك انت هتسال عنهم. فادوار حياتك اللي انت لازم لما الابتلاء ينزل تفضل ثابت عليها، هي الادوار اللي انت هتسال عنها. المسؤوليه بتاعتك هي تقع في الحاجات اللي انت هتسال عنها او الناس اللي هتسال عنهم، يعني او الاشياء اللي هتسال عنها. ابدا في عمل الصالحات. عمل الصالحات في بيتك، في ولادك، في اسرتك، في الناس اللي هم الى حد ما في الدائره القريبه منك قوي. اي حاجه بتاثر على ادوارك الرئيسيه في الحياه هي دي اللي تهتم بيها. اي حاجه تانية هامشيه ما تخليهاش هي تشوشر على الطريق بتاعك. فقاعده مهمه جدا بتقول الترقي بالاحوال محال.
عمر ما الكنبه اللي انا قاعد عليها ولا العربيه اللي انا اشتريتها هتفضل زي ما هي. ولا الفلوس اللي عندي هترقيني. الترقيه هي الترقيه هي في حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، وحالي في علاقتي مع الناس اللي انا مسؤول عنهم. وده اوتوماتيكلي هيأثر على نفسيتي ودرجه سكنتي بالظبط. وهلاقي ان الحاجات اللي انا او المشاكل اتحجمت، بالظبط. بقت صغيره جدا في نظري، والحاجات اللي انا شايفها كانت صعبه يسرت، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في وقتي. وحاجه عمليه مهمه قوي عشان الناس برضو تاخدها معاها في اخر الكلام ده، ان انا ادور على الدور بتاعي المهم قوي اللي ربنا سالني عليه او يسالني عليه، اشوف انا دوري ازاي انا اتغير عشان اكون انا نسخه افضل في الدور ده، وازاي الشخص اللي انا بتعامل معاه من اولادي من زوجتي من والدي ومن والدتي، ازاي انا اهيئ له حياته بشكل افضل عشان يساعدني ان انا اعمل دوري افضل. يعني مش بس ان انت تساعد نفسك، طب انا ازاي اخلي ولادي بروني عشان اقدر ابقى الوصي عليهم، وازاي اخلي زوجتي تبقى سعيده معايا اكون انا عشان اقدر ان انا ادي دوري اللي هي من ضمن وعملوا الصالحات، ادي دوري اللي انا سئلت عنه. فهي وجهين لعمله واحده. انا دوري ايه، ومطلوب من اللي قدامي ده ان انا اوصله لايه، ان يوصل لايه عشان يبقى احسن. بس فده يعني ده طبعا ده راي شخصي، لا اعتقد ان هي يؤخذ منه ويرد يعني. خلاصه الخلاصه. يبقى احنا نرجع نقول يا شباب ان احنا قلنا انه لو انت بتسال نفسك انا ايه الادوار المهمه، ازاي اقيم عمري، يعني اللي انا عملته في حياتي ده اخباره ايه، يعني انا مشيت، انا كنت تمام ولا انا كنت بضيع في وقتي. اسس نفسك او قيم نفسك على اساس الاربع مهام الاساسيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أخبار إيمانك إيه؟ شغلك على إيمانك؟ كان في المحيط اللي حواليك كان محيط بيشدك ولا بيساعدك ولا إيه؟ لقيت البديل، دورت، طب أنت أسعفت نفسك في إيه؟ اتعلمت إيه أصلا عن إيمانك، يعني إيه إيمان أصلا؟ طب لو جالك تشكك أو لو جالك أي حاجة، وده عادي ممكن يحصل، إزاي تتناقش مع مين وتقدر تحل المشاكل أو الأسئلة الوجودية إزاي؟ بتدور على ايه عشان يثبتك وقت المحن، بالذات لما بنشوف كل الكوارث اللي بتحصل حوالينا، وارد ان الانسان يتلخبط ويحصل له اللخبطه دي، طبيعي جدا. يبقى اول حاجه الا الذين امنوا، تاني حاجه وعملوا الصالحات، وقلنا في 3 انواع من الصالحات. قلنا اصلاح الفكر والعقل والقلب، رقم 2 اصلاح المعيشه للناس اللي حوالينا، رقم 3 اصلاح العلاقات. ايه المهاره اللي عندك لو انت من الشخصيات اللي بتحب تتفهم الناس وتحب تجمع الناس وتحب تعمل ترابط حلو، نتوركينج زي ما بنقول كده، يبقى انت يمكن هدفك في الحياه اصلاح العلاقات. لو انت من الاشخاص اللي بتحب تشمر وتعرف تفكر كده بشكل استراتيجي، يمكن انت من الذين اصلحوا المعيشه للاخرين. لو انت من ضمن الاشخاص اللي بيحب قوي التعمق والفكر والفلسفه ويحب يخش بقى في علم النفس ويقدر يعمل كوتشنج او يقدر يعمل ثيرابي ايا كان، يبقى انت من ايه الذين اصلحوا في ايه بالظبط؟ أصلحوا النفس والفكر والعقل. دور على دورك، وأنا متأكدة وعلى يقين جزء كبير من سعادتك النفسية وإحساسك بأن أنت بتعمل معنى كبير لوجودك من أن أنت بتعمل الصالح اللي أنت مخلوق عشان تعمله. فدايما فكر في إيه هي المهارات اللي عندك اللي اكتسبتها، ربنا حط مين في حياتك مش صدفة، عشان تقدر تلاقي المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك عشانها. خلاص، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب نكون كده قلنا كبسولة صغيرة وتبقى كده. شكرا يا عمرو. ميرسي جدا. الى اللقاء يا اصدقاء، ونشوفكم يوم الحد الجاي في لايف جديد وموضوع جديد. بليز ابعتوا لنا المواضيع اللي حابين نتناقش فيها على الصفحة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.